أنا آدم حسين، مدرسة فيكتوريا كوليدج. أنا بعمل الفيديو ده عشان عايز أشكر باشمهندسة مروة على الكورس الجميل اللي أنا حضرته معاها. استمتعت جدا بكل لحظة في الكورس، لدرجة اللي أنا كنت بستنى كل يوم جمعة عشان أحضر الكورس مع باشمهندسة مروة. الكورس عجبني جدا وكان جميل جدا، واستفدت في حاجات كتيرة قوي. منها عرفت ازاي اعمل صورة عن طريق برنامج مايكروسوفت ديزاينر، ومش صور بس، انا عرفت اعمل ازاي ايكونز واعمل كذا حاجة، وازاي اعمل باك جراوند او فيديو او صورة عايز انزلها على الفيسبوك او على الانستجرام. غير كمان اتعلمت ازاي اعمل فيديو عن طريق هايبر اي اي. بحط صورة ليا او صورة عاملها من على مايكروسوفت ديزاينر او اي صورة كرتون، وهو يحولها لي الفيديو 4 ثواني 8 ثواني حسب ما انا بختار. واتعلمت ازاي اجيب برومبت عن طريق الصورة عن طريق برنامج كلاود اي اي. اتعلمت ازاي احط الصورة وهو يجيب لي البرومبت عليها، وانا اخدها واحطها في مايكروسوفت ديزاينر ويجيب لي وصف الصورة زي الصورة بتاعتي او صورة لاي حد. اكتر حاجة عجبتني في الكورس ازاي استخدم برنامج مايكروسوفت ديزاينر، عشان انا بحب الاي اي وبحب ازاي ابقى فريلانسر واعمل جرافيك ديزاين. فالموضوع ده عجبني جدا، عجبني قوي الموضوع ده، وبصراحة اشتغلت وعملت كذا صورة وكذا ايكون وكذا باك جراوند. الحاجة اللي نفسي باشمهندسة مروة ان شاء الله تعمل كورسات عليها اكتر هايبر اي اي، عشان عجبني ازاي احول الصورة الفيديو. عجبني الموضوع ده وحولت كذا صورة كرتون وكذا صورة كذا حاجة اللي انا بحبها لفيديو. فالموضوع ده عجبني جدا. غير كمان لو ممكن حضرتك تعملي كورسات تانية على مايكروسوفت ديزاينر، عشان انا عجبني الموضوع وعايزة اتخصص فيه اكتر، عشان عجبني ازاي ابقى مايكروسوفت ديزاينر وازاي ابقى جرافيك ديزاينر. الاخلاقيات اللي انا لازم اتبعها في حاجات كتيرة قوي. اول حاجة اللي انا ما استخدمش صورة لاي شخص غير ما قبل ما استأذنه، وابقى لازم يبقى عندي اخلاقيات كويسة جدا، اللي انا لازم احافظ على اخلاقي ويبقى عندي ضمير وما استعملش اي صورة بطريقة غلط، ولازم ابقى مراعي ضميري في كل شغل انا بعمله. انا احب اشكر جدا باشمهندسة مروة على الكورس الجميل ده، وان شاء الله انا اتمنى ابقى اكون مع حضرتك في كل الكورسات القادمة. شكرا جدا لحضرتك.